ولد حسن حسني في 19 يونيو 1936 في حي القلعة بالقاهرة مصر لأب مقاول. وفي سن السادسة فقد والدته، وفي المدرسة الابتدائية وتحديدا في مدرسة الرضوانية عشق التمثيل الذي عبر عنه على مسرح المدرسة. ويذكر أنه قدم دور أنطونيو في إحدى الحفلات المدرسية، وحصل من خلاله على كأس التفوق بالمدرسة الخديوية، كما حصل على العديد من ميداليات التقدير من وزارة التربية والتعليم، فيما حصل على شهادة توجيهية عام 1956. في تلك الآونة شارك الفنان حسين رياض في إحدى لجان التقديم الخاصة بمسابقات التمثيل في المدارس، بعد أن لفت الأنظار إلى مستوى أدائه. وقتها تأكد حسن حسني أن له مستقبل في التمثيل. كانت بداية حسن حسني في المسرح، وفي بداية عقد الستينات كان حسن عضوا في فرقة المسرح العسكري التابع للجيش، حتى صدر قرار بحل المسرح العسكري عام 1967. بعدها تنقل بين مسرح الحكيم والمسرح القومي والحديث، ثم انضم لفرقة جلال الشرقاوي وعمل فيها ما يقرب 10 سنوات. جاءت بداية تعرف الجمهور على حسن حسني في التلفزيون عبر مسلسل أبناء الأعزاء شكرا، بطولة عبد المنعم مدبولي، وإنتاج عام 1979. وكانت بداية حسن حسني سينمائيا من خلال دور صغير للغاية في فيلم الكرنك الذي قدمه نور الشريف وسعاد حسني، وإخراج علي بدر خان عام 1975. وكان عقد التسعينيات من القرن العشرين نقطة انطلاق حسني إلى النجومية في العالم السينمائي والانتشار المكثف، ليتحول إلى عامل مشترك بين العديد من الأفلام. شارك حسن حسني فيما يقارب من 500 عمل بين المسرح والتلفاز والسينما، كان آخرها هو مسلسل سلطانة المعز. ومن أبرز أعماله منها الهروب، اللمبي 8 جيجا، زوجة رجل مهم، صراع الأحفاد، خارج على القانون، كركر، كتكوت. أبرز مسلسلاته مفتش المباحث، المال والبنون، جحا المصري، ملك روحي، عفاريت السيالة. واعتبر الفنان حسن حسني أن فيلم ليلة سقوط بغداد أحد أكثر الأفلام عبقرية في السينما المصرية. تزوج الممثل المصري الشهير من السيدة ماجدة الحميدة، الزوجة السابقة للمخرج الراحل أشرف فهمي. عام 2013 توفيت ابنة الممثل المصري حسن حسني، ما تسبب له بأزمة نفسية، حيث رفض بسببها الكثير من العروض للعمل. توفي الفنان حسن حسني في فجر يوم السبت 30 مايو 2020 ميلادية إثر أزمة قلبية مفاجئة، وذلك داخل مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة.